بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا وقبل كل شيء تحية من القلب لكم جميعا أن شاركتم في هذا العرس الديمقراطي وهدبتم مع وطنكم البحرين وكنتم الطوق المنيع الذي أخرس ألسنة الشر في الداخل والخارج، فشكرا لكم. تحية خاصة إلى كبار السن الذين رأيناهم يعانون وهم يذهبون إلى صناديق الاقتراع. تحية خاصة إلى أمهاتنا وأبهاتنا الذين شاركونا في الانتخابات. تحية إلى أخواني المرشحين جميعا، أخي مال الله شاهين وأخي خالد غاني وأختي بنت عربي وجميع المرشحين البلديين بدون استثناء، ولا أنسى أخي وجاري محمد الخار الذي استطاع أن يصل إلى الجولة الثانية، أسأل الله له التوفيق. أما الأخت فيض فأقول لها وأقول لكم أنتم أيضا الذين قدمتم لي هذا الدعم أنه لا توجد كلمات تصف الشكر الذي أريد أقدمه لكم. هذا إنجازكم أنتم يا أخوان، لم أحققه أنا، بفضل الله أحرزت أعلى الأصوات، وهذا إن دل على شيء يدل على الثقة التي منحتموني إياها، وإنها والله كلامكم الذي أسمعه دائما، وحتى كلام أختي فيض وكلام إخواني المرشحين البلديين لا يشعرني بعظم المسؤولية التي أتحملها. أسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم بإذن الله. أريد أن أقول كلمة فيما صنعتموه أنتم. جميعنا شاركنا في الانتخابات النيابية، ولكن أريد أن أشرح لكم ماذا حققنا. نسبة المشاركة هي 52.5%، وهي نسبة بفضل الله مرتفعة جدا. عندما كانت مشاركة عامة في 2010 كانت النسبة 68%، والآن مع دعوات المقاطعة أصبحت النسبة 52.5%، أي أن هؤلاء الذين كانوا يريدون تصفير الصناديق هم 16% فقط. لا يجب أن نعطي الناس أكبر من حجمها. نحن أبناء هذا البلد، ونحن سنقف مع بلدنا في الصغيرة وفي الكبيرة، وأنتم وبفضلكم أنتم الذين وقفتم مع بلدكم لم تقفوا مع أي مرشح، ولكنني أعلم أن الجميع ذهب من أجل البحرين لأنه يعرف جيدا أن البحرين كانت بحاجته، فشكرا لكم مرة أخرى. جميع دوائر البحرين تتجه للتغيير، كل شعاراتنا نحن المرشحين كلنا بدون استثناء كنا نريد أن نغير، لأننا تعبنا من الواقع الذي كنا نعيشه. 4 سنوات عجاف، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن نتخيل أن تلك ال4 سنوات يعاد إنتاجها مجددا. لذلك نحن هنا، لذلك نحن ندعو للتغيير كما كنا ندعو سابقا، وكما كان أخواننا المرشحون يدعون في جميع دوائر البحرين. وبفضل الله الآن نرى بوادر هذا التغيير، ليس في دائرتنا فحسب ولكن في جميع دوائر المملكة. 420 مرشح نيابي إضافة إلى البلديين كلهم كانوا يدعون إلى التغيير، فجميعنا بصوت واحد نقول نعم للتغيير، نعم للتغيير، نعم للتغيير. لا يفصلنا عن التغيير سوى يومين، لذلك الآن أنجزنا نصف المهمة. نصف المهمة جميعنا وقفنا مع الوطن،
وبفضل الله نشعر بالطمأنينة الآن ونشعر بالسعادة أننا اليوم نقف في وطن آمن سياسيا وأمنيا. ولكن بقي المرحلة الأخرى، وهي لا تقل أهمية عن المرحلة الأولى. جميعنا نريد أن نوصل الأكثر، وأنا لا أدعو الآن الناس أن تصوت لي، ولكن أدعو الجميع للتصويت بذات الكثافة مرة أخرى، لأن صوت واحد مثل ما أنتم تقولون وتطالبون المرشحين بالأمانة وتطالبونهم بالصدق معكم، لا تنسوا أنكم تحملون أمانة أصواتكم أمانة يجب أن توصلها في الطريق والصندوق الصحيح. لذلك يجب أن تشاركوا وتستشعرون عظم هذه الأمانة الذي تتحملونها أنتم قبل أن يتحملها المرشح. وشكرا لكم مرة. من هذا المقام أيضا أعلن بكل فخر أنني أتبنى كل الأفكار التي طرحها زملائي وأخواني وأخواتي المترشحين والمترشحات، وبإذن الله إذا الله كتب لي الوصول ستكون هذه الملفات أيضا ضمن برنامج الانتخابي، لأنني لا أدعي الكمال، طرحت برنامج، ولكن أيضا زملائي طرحوا أمور كثيرة يجب أن نأخذها بالحسبان. وأيضا أوجه تحية خاصة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه، أنه بدأ منذ الآن بالاستجابة لطلبات الوطن والمواطنين، واستجاب لموضوع مهم أنا يا أخوان علقت يافطة وطلبت فيها بضرورة فصل راتب الزوج عن الزوجة في استحقاق الوحدة الإسكانية. وبالأمس تفضل سموه وأعلن وجه الجهات المعنية لهذا الأمر، وهذا أمر يهم شريحة كبيرة من المواطنين وخاصة الشباب منهم. ومن هذا المقام ندعو وزارة الإسكان أو اللجنة المعنية في مجلس الوزراء للأخذ بمرئيات التوافق الوطني، حوار التوافق الوطني، وهي أن يكون أن لا يقل راتب الزوج عن 1500 دينار بدون راتب الزوجة. ولا يسعني يا أخوان في هذا المقام إلا أن أذكركم وأذكر نفسي بالإنجاز العظيم الذي حققتموه أنتم يا شعب البحرين، أن وقفتم مع وطنكم ووقفتم بكل نشاط وحيوية، صغيركم وكبيركم، الطفل والمسن. كان مشهد بصراحة لا يعجز اللسان عن وصفه ويعجز اللسان عن التعبير عنه. ويحق لي كمرشح أني حصلت على هذه الأصوات بفضل الله أولا، ثم بفضل ثقتكم، أن أقول لكم أن هذا نصف الواجب يا أخوان، نصف الواجب عليكم وعلي أنا، وأدعوكم لأن نكمل الواجب ونكمل جميلنا على الوطن، وأن نذهب مرة أخرى يوم السبت ونواصل المشوار ونواصل العرس الديمقراطي، وكلنا نعم نقول نعم للتغيير، نعم للتغيير، نعم للتغيير. وشكرا لكم جميعا على هذا الحضور، ونعاهدكم مرة أخرى، نعاهدكم بإذن الله أن هذه الأصوات التي وقفت لن تخذل بإذن الله، لن تخذل، وسنكون عند حسن ظنكم. وشكرا. السلام عليكم.